عايز ايه من ابوك؟ عايز ايه؟ قول لي عايز ايه؟ انا سبت لكم البيت خالص ومشيت. يا ابني بص، روح قول لوالدتك خلاص انا سبت البيت وتوكل على الله. يلا توكل على الله. خلاص انا عرفت منكم خلاص. يا ابويا افهم، يا ابويا، يا ابويا افهم. يا ابويا نفسي احس انك موجود، نفسي احس انا ليا اب، نفسي تبقى معايا لما في الحياه اخد مطب، نفسي تبقى معايا جنبي تحس بيا وتيجي تتكلم معايا وتبقى قدوه حسنه ليا، مش مجرد اسم اب. نفسي احس انا ليا اب. يابا افهم، قلب امي والبنات في البيت تملي بيحتاجولك، وامي تعبت من شيلتنا وانت بايت بره بيتنا وفاكر ان البيت تمام. البيت يا ابويا بعد منك مش تمام. يابا قول لي شكلك ايه قدام الهك لما يحاسبك عن عيالك؟ وشكلك ايه لو يومها قلنا يا رب سابنا؟ شكلك ايه لو كنت حاسس حد يجي في نص ليلنا يدق بابنا؟ قول لي يابا ليه سايبني؟ ليه سايبنا؟ ليه في عز ما محتاجينك سبت ايدنا وشفت ناس مش محتاجينك؟ يابا ارجع، احنا اصلا نص دينك مش مجرد ناس وفترة. يابا امي عيونها دبلت من عيون شغالة مطرة. يابا ارجع، يابا ارجع، ارجع يابا ولم شملنا تاني، لمنا. ارجع لي يا ابويا انا محتاجك. ابنك بيقول لك تعالى له، ارجع له وخده تحت جناحك. مش عايز مال ولا عايزك حتى تجوزني، يكفيني تكون موجود جنبي لما احتاجك. ارجوك يابا، ارجوك يابا تعالى لمنا تاني وخدنا تحت جناحك. تعالى يابا، امي تعبت من شيلتنا والله، البيت مش بخير يابا من غيرك. تعالى لي ارجوك. حاضر. هترجع معايا يابا؟ هرجع معاك بجد؟ هرجع. الحمد لله ان القصيده عملت كده يا ابويا، والله الحمد لله. جماعه ده عم شعبان الراجل الطيب، انا بشكره قدامكم ان هو ساهم معايا ان انا اوصل الرساله دي. وبجد مش قد الخلفه ما تخلفش، مش قد الجواز اصلا ما تتجوزش. ارجوكم 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 افهموا ان البيوت بتتعمر بوجود الاب والام، مش ان حد يحط طرف والطرف التاني يمشي بس. وراعوا ربنا في ولادكم، زي ما عايزين ولادكم تبركم لازم انتوا كمان تبروا ولادكم. شكرا يا عم شعبان. شكرا.